يا راجل اخيرا 100 مليون مصري اقسم بالله كانوا بيدعوا عليك، ربنا ينتقم منك يا كروش مطرح ما انت رايح. يا راجل اخيرا يا راجل مشيت عليا النعمه. بص انا مبسوط والراجل اللي هناك ده مبسوط وعم الحاج اللي قاعد قدام ده اقسم بالله مبسوط. مصر كلها مبسوطه النهارده عشان كروش مشي. كروش اللي ما كانش عامل لا طعم ولا ريحه للمنتخب، والله العظيم زهقنا. يقعد يخترع في التبديلات ويخترع في الناس اللي ضاممها للمنتخب وعامل معسكر زي الزفت، ما شفنالوش ماتش ودي واحد يا جماعه. هو كان جاي يعمل الراجل ده ما حدش عارف، ومشي ليه ما حدش عارف. الراجل ده كان بيتشرط علينا شرطين قبل ما يمشي. اولا لازم يبقى فنجاده موجود في الاتحاد المصري، علشان فنجاده ده مدير فني من الاتحاد المصري طبعا عايز يبقى موجود عشان سهوله التفاهم معاه. يا عم ده احنا مش فاهمينك، 100 مليون مصري مش فاهمك. تمام. الحاجه الثانيه قال لك يعني ان انت تقلل عدد انديه الدوري. الكلام ده صحيح بس مش اختصاصه ومش كلامه، بيتدخل في الحاجه اللي ماليش فيها. وطبعا يعني زي كل سنه كل عام وانتم بخير، طبعا كل واحد بيجتهد بقى بالاسامي، والاسامي اللي مرشحه هي اللي كانت مرشحه كل مره، بس المره دي متزود عليهم مين بقى؟ احمد سامي مدرب سموحه. مين بقى اللي مترشحين؟ هم المقررين علينا، هي الاسطوانه، وهي الناس اللي بتكتب نفس الاسامي في كل مره بيمشي فيها يعني مدير الفني بتاع المنتخب. الناس دي بتكتب نفس الاسامي بتاعتها عشان تاخد السبق الصعب، ولكن مفيش اي كلام ومفيش اي دليل. مين بقى الناس اللي هم بيقولوا عليهم دول؟ حسام حسن وايهاب جلال واحمد سامي. تمام. بس الفكره يا جماعه ان الاتحاد المصري اصلا ما صرحش، ما قالش هو هيجيب مدير فني مصري ولا مدير فني اجنبي. بس تعالى مع بعض كده نحكي شويه ونقول احنا بنفضل ايه، او انا عن نفسي بنختار ايه في الوقت اللي احنا فيه دوت. مثلا كابتن حسن شحاته لو هو مرشح، او كابتن ايهاب جلال، ما ينفعوش للمنتخب. المنتخب مش عايز حد هادي، عايز حد عصبي يبثلك الروح في الفريق زي اليو سيسي كده. بصراحه عايزين حد للمنتخب شخصيا قوي، مش مدرب فني. عندك كل اللعيبه تقريبا محترفين، فانت ما تجيبليش مدرب محلي انا بكررها عشان يمسك منتخب محترفين. هتقول لي طب ما موجود في الجزائر مثلا المدرب الجزائر جزائري وطني. بص الجزائر مختلفه، الجزائر عندها فرقتين، يعني ممكن يشيل من الفريق المحلي ويحط في الفريق الاول، او يشيل من الفريق الاول ويحط في الفريق المحلي. هو عنده فرقتين منتخبين، انت ما عندكش منتخبين. فدي ازمه بالنسبه لك. ازمه ايه بقى؟ ان ممكن اللعيبه دي ما تاديش غصبا عنك، هتمشي، لان الجمهور شايف مين بقى؟ شايف المدير الفني مش شايف اللعيبه. طيب في الوقت اللي احنا فيه ده عايزين مين؟ من وجهه نظري لو فايلر مرشح، فايلر يمسك المنتخب. عايزين التزام وشخصيه. ولو مدير فني محلي، حسام حسن. وش احنا عايزين حد للمنتخب زي ما قلت لكم، حد عصبي يبث الروح في الفريق. الفريق ده مش محتاج فنيات والله العظيم للامانه. يعني انت لو نزلت ال11 لعيب هيأدوا ويأدوا كمان، مش محتاجين خطط. يعني محمد صلاح معاك يعتبر احسن لاعب في العالم، هتقول له اعمل كذا ولا خش بالهجمه كده ولا استلم كده ولف وشك؟ مش محتاج. تريزيجيه زي نفس الكلام. عمر المرموش للشهر الثاني على التوالي اخد احسن لاعب في المانيا. فالمدير الفني بالنسبه لك كمدير فني خططي مش محتاج مين؟ محتاج واحد يبث فيهم الروح، محتاج واحد كده يقول لهم يلا بينا يا رجاله، يلا بينا كلنا نوقف وقفه راجل واحد ونرجعه هيبه تاني المنتخب. على فكره معظم المنتخبات الافريقيه اللي كان ليها هيبه زمان ابتدت تتلاشى تقع. نيجيريا خلاص، جنوب افريقيا برضو شبهها، غانا يعني سنه وسنه، كوت ديفوار نفس الكلام. يعني المنتخبات اللي هي لسه لحد دلوقتي محافظه على نفسها شويه الكاميرون والسنغال طبعا. الجزائر مش بقوه كل سنه، المغرب زيها، تونس زيها. ففرصتنا دلوقتي ان احنا نركب افريقيا كلها. فرصه الصعود لكاس العالم كانت سهله، والفوز في افريقيا كان سهل جدا. يعني الماتش بتاع السنغال دوت اللي هو خلص ضربات جزاء ده كنا احنا نكسبوه خالص وناخده افريقيا. طيب كيروش اصلا اللي احنا صابرين عليه لحد دلوقتي عشان طبعا السبوبه والفكره والشغل اللي احنا عارفينها طبعا، والفكره اللي احنا قلنا عليها قبل كده، كيروش كان جاي عشان يصعدنا كاس عالم. ما شاء الله خسر 3 بطولات، العرب وافريقيا، وما قدرش يوصلنا لكاس العالم. يبقى نرجع شويه لورا كده ونقولوا حاجتين. احنا ممكن مثلا نجيبه فايلر مدير فني، وحسام حسن يبقى في الجهاز لو يوافق. حسام حسن يبقى في الجهاز لو يوافق. ليه بقى؟ فايلر مدرب عصبي جدا وتكتيكي قوي جدا، بس بدني لا. حسام حسن بدني عالي قوي. فاحنا محتاجين في المنتخب الحته البدنيه، وعايزين مدرب قلبه ميت خططي وشخصيته قويه. 3 حاجات دول محتاجينهم في المدرب الجديد. في المدرب اللي هيمسك المنتخب لازم يكون فيه 3 حاجات دي عشان يقدر يرجع لك هيبتك الافريقيه. طيب المدرب هيتعب مش هيتعب؟ عندك في كل مكان بديل واثنين دغري عندنا بديل واثنين. وعايزين مدرب يبني لنا اجيال جايه، يبني فريق مش ينافس السنه دي والسنه اللي بعدها. عايزين مدرب شبه رينارد، والحته دي موجوده في فايلر، ان هو يجيب لك اللعيب ويديله الثقه، يديله اللعب. تمام.
تمام، يعني احنا دلوقتي مش هنقول ان احنا نوصل كاس عالم، لا احنا عايزين نعمل منتخب قوي يوصل كل سنه كاس عالم، يعني كل 4 سنين نروح نتفرجوا عليه في كاس العالم، واحنا مش اقل منها. ده انت في 5 فرق دلوقتي بتصعد كاس عالم، ليه ما نكونش واحد من ال5؟ موضوع صعب يا جماعه، موضوع صعب والله العظيم ان منتخب مصر ما يكونش من ضمن 5 فرق. هم انت على افريقيا عندك كام فريق بقى؟ فرق القمه طبعا، مش بنتكلم على الفرق اللي هي مستواها متوسط ومستوى ضعيف، لكن فرق القمه ان انت ما بقتش ضمن اقوى 5 فرق في افريقيا، فدي كارثه. لو مش مدرب اجنبي يبقى حسام حسن من وجهه نظري متواضعه، لان ما احناش محتاجين مدرب فني، مش محتاجين خطط، محتاجين مدرب شخصيه قويه. والله العظيم مدرب شخصيه قويه هناخده افريقيا بالساهل كل سنه، لو ما كسبناش حتى هنصعد نهائي بالتيم اللي موجود، باللعيبه اللي موجوده دلوقتي. يا راجل انت عندك لعيبه محليه قويه برضه، يعني اللعيبه المحليه مش ضعيفه، عندك المحترفين لو ال11 محترف عندك 11 شبههم محليين قويين جدا، وفي كل مكان وفي كل مكان. محتاجين الاتحاد المصري ياخد نفسه كده ويقعد بقى، وزير الشباب يفكر صح، مش يطلع يقول لك اصل كيروش كان بيشتغل 148 ساعه في اليوم. مفيش حاجه اسمها 148 ساعه في اليوم، اليوم 24 ساعه. جاب 148 ساعه ازاي؟ دي مش عارف، دي مش تصريحات وزير الرياضه اقسم بالله، دي تصريحات واحده واقف على عربيه فول. 148 ساعه في اليوم، فمحتاجين بالله عليكم اختيار صح عشان تعبنا. يمكن الفتره الاخيره دي الحاجه الوحيده اللي بتفرحنا المنتخب، سكه الحاجه الوحيده اللي بتفرحنا المنتخب، وفكك من الاسامي بقى، اذا كان اهلي اذا كان زمالك اذا كان بيراميدز، كل الناس ديت كلها بتتضرب في خلاط واحد، وكلنا بنقفوا ورا المنتخب. وده شفناه وحصل في العرب، اللي هو الدوري العربي، وحصل في افريقيا، وحصل في كاس العالم، وكلنا وقفنا ما عدا قله كده صغيره كده اللي هم ايه يعني لسه فكار جديد عايزين ياخدوا الشو. غير كده احنا يعني واقفين مع بعض. فمحتاجين نكمل بقى. نكمل ازاي؟ نكمل بمدير فني على قدر المسؤوليه. احنا مش منتخب ضعيف للدرجه يا جماعه، احنا مش منتخب ضعيف للدرجه، احنا محتاجين مدير فني علشان نرجع تاني لافريقيا زي ما قلنا، ويبقى لنا شخصيه قدام العالم كله وقدام افريقيا. محتاجين نرجع تاني ال3 بطولات اللي احنا خدناهم ورا بعض، مش بعاد علينا، وبلاعبين محليين. احنا طول عمرنا المحليين هم اللي بيكسبونا افريقيا. فبالله عليكم نختار صح المره دي، مش هنخسر حاجه والله. ناخد وقتنا، ايه المشكله؟ اسبوع 2 كده كده ما وراناش حاجه، اصل افريقيا طلعنا منها، وتصفيات كاس العالم هنتفرج من التلفزيون، والعرب راحت مننا. خلاص نعمل معسكر محترم، مدير فني محترم، نجيبوا جهاز فني كامل محترم. مدير فني انا يعني لو ما كانش فايلر فممكن رايموند دياز، لو مش فايلر فممكن رايموند دياز. الاثنين دول مدربين شخصيه، وده اللي بنأكد عليه للمره المليون، مدربين شخصيه. يلا بينا نجيبوا مدرب كويس ونتفرج على المنتخب دوت. والله العظيم ما حد هيقف في وشنا، شوف والله العظيم ما حد هيقف في وشنا، وهنرجع تاني امجادنا ونرجع تاني بطولاتنا، ونرجع تاني منتخب مصر رقم 1 في افريقيا ورقم 1 في العرب ان شاء الله باذن ربنا. استنونا في حلقه قادمه ان شاء الله، والاعلان عن مدير الفني الجديد لمنتخب مصر. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.